السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أنا جاي أخاطب حد معين في الفيديو ده، وعايزه يسمع الكلمتين دول، وأتمنى منه إن هو يكمل الفيديو ده للآخر، لأن بإذن الله هيطلع منه باستفادة. طب الحد دوت اللي هو مين بقى؟ الحد دوت اللي هو تارك الصلاة. أنا جاي النهاردة أخاطب تارك الصلاة، وعايز أقول له كلمتين. انت مستني يا اخويا يبقى يا راجل ربنا بينادي عليك 5 مرات في اليوم وما تلبيش النداء ولا مرة؟ طب يا عم بالله عليك، انت مش عايز حد تشتكي له ومش عايز حد تفضفض معاه بدل اللي انت شايله جواك ده؟ طب بلاش دي. طب يا عم انت مش عندك دعوة كده ولا كده عايز ربنا يحققها لك؟ والله الواحد لما بيسمع عقوبة تارك الصلاة يعني بيتهز كده من جواه. واثر ده في الدنيا برضه، يعني عشان تبقى فاهم برضه، هي ترك الصلاة ده هيعود عليك في الدنيا وفي الآخرة، وهكذا. لو بقيت بتصلي هيعود عليك في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا أتى وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني الفاصل اللي ما بينك وما بين إن ربنا يغفر لك هي الصلاة. ما بتصليش يبقى ليس لك عند الله عهد، ملكش عند ربنا حاجة. أنت متخيل؟ الصلاة ديت عاملة زي عقرب الساعة. عقرب الساعة ده لو مش موجود يبقى الأرقام اللي حواليه دي كلها ليس لها أي قيمة. بمعنى آخر إن العقرب ده هو الصلاة. الصلاة لو مش موجودة كل الأعمال الصالحة دي أنا آسف بس ملهاش أي قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن فسدت فسد سائر عمله، وإن صلحت صلح سائر عمله. هتيجي يوم القيامة الله عز وجل هيسألك: بتصلي ولا ما بتصليش؟ ما بتصليش يبقى خلاص انت عرفت مكانك فين من غير ما اقول لك. وفي حاجة تانية يا جماعة عايز اتكلم فيها. اللي بيقول لك انا بقطع في الصلاة، لا مفيش حاجة اسمها انا بقطع في الصلاة. بتصلي خلاص الزم صلاتك، مفيش حاجة اسمها انا بقطع. زي ما بتلزم شغلك وزي ما بتلزم حاجات دنيوية كتير قوي، لا الزم صلاتك، هي اهم من اللي انت بتعمله ده كله. مفيش حاجة اسمها انا بقطع. الله عز وجل يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ايه ده؟ ده في وعيد شديد للي بيصلي وبيقطع في الصلاة. طب تخيل اللي ما بيصليش حضرتك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ليس له نورا ولا برهانا، وكان يوم القيامة، اسمع بقى كده، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. شايف بقى انت الشلة دي كلها انت هتكون معاهم يوم القيامة لو ما بتصليش. موضوع يا جماعة احنا بنتكلم في بديهيات. رقم 1 هي الصلاة. انت مسلم خلاص، انا عرفت ان انت بتصلي، ده المفروض هو اللي يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفرق ما بينك وما بين اليهودي والنصراني هي الصلاة. تركتها يبقى ما فيش فرق إلا بس على البطاقة بس، فاهم؟ البطاقة بس هي اللي انت اسمك مسلم وهو اسمه يهودي، لكن في الحقيقة مفيش أي فرق خالص. وآخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي بيها قبل ما يموت من شدة أهميتها هي الصلاة. في خطبة الوداع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، الصلاة 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 الصلاة، الله الله في الصلاة. فيا أخويا أنا حبيت أعرفك شدة ورعب الموقف اللي انت فيه عامل ازاي لو انت ما بتصليش، وخطورة الموضوع ده عليك في الدنيا قبل الآخرة عاملة ازاي برضه. إن الله عز وجل يقول: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.